السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل السمك المقلي زي اللي بتشتريه من برّه وأحلى كمان، طعمه جميل جدًا واستحالة تلاقي فيه ريحة زفارة أبدًا. هنعمل إيه؟ نسمي الله. مبدئيًا كده عشان تجيبي السمك ويطلع معاكِ حلو وطعمه حلو، تكوني جايبة السمك معاكِ حي، طازة عند الراجل وحي. بعد كده الراجل نضّفه لِك أو أنتِ نضّفتيه، تغسليه بعديها كويس جدًا وبعدين ترُشّي عليه ملح وتحطّي من قلبه ليمون. استحالة تلاقي في السمكة دي زفارة أبدًا. أحطه شوية وأسيبه ساعة والّا حاجة في التلاجة في الخلطة اللي أنا عاملاها الملح والليمون دي، بعد كده باغسله. باجيب بقى عندي الخلطة اللي هاحشيه بيها توم وهريسة شطة وملح وكمون، طبعًا نحط حبة صغيرين لإن هريسة الشطة فيها ملح. بعد كده باكون غسلت السمك وصفيته، ابتدي بقى إن أنا أحشي معايا الحشوة اللي إحنا عاملينها. باحشي كل الكمية زي ما أنتِ شايفة كده بالسمك، أنا هنا مستخدمة 2 كيلو من السمك، الحجم اللي يريحِك هاتيه، تحبيه كبير هاتيه كبير، تحبيه صغير هاتيه صغير. أنا عيالي بيحبوا الحجم ده. جبت بعد كده الدقيق، غلّفي بقى السمكة من كل النواحي، أنا عايزاها كلّها تبقى متغطية بالدقيق زي ما أنتِ شايفة، وبعد كده أقوم جاية منفّضاها كده عشان أشيل الدقيق الزيادة عشان ما يتحرقش معايا على النار. طبعًا النار أنا مستخدمة سمك كبير، فباعمل إيه، النار باخلّيها وسط، مش عالية أوي ولا شامعة، لأ في النُص كده، أقل من النُص بحاجة بسيطة. طب ليه؟ عشان السمكة مش عايزاها تاخد لون من برّه الدهبي ومن جوّه تاكليها تلاقيها نيّة، هيبقى طعمها وِحِش جدًا ومش حلوة. إنما أنا أهدّي عليها النار هالاقيها حلوة ومستوية معايا كويس. بعد كده رشة كزبرة، رشة بقدونس، حلوة جدًا، بتدّي منظر من غير تكلفة خالص. كلنا عندنا كزبرة وبقدونس وكده هتعمليهم مع السلطة للسمك، هتدّيكِ رشة حلوة وشكل حلو. وكمان بتمتص الدهون اللي في السمك، يعني البقدونس بالذات لو حطيتِ الزيت اللي في السمك اللي إحنا قالينه بيه هيمتصه، هيخلّي الإنسان ياكله ولا كإنه كَل دهون. تمام كده. بُصّي السمكة معايا قلبها بسم الله ما شاء الله، شمعة منوّرة، والله مش عشان أنا عاملاه بس والله جميل جدًا. اعتمدي الطريقة دي وجرّبيها، بس هتطلع معاكِ تحفة. بس الخلطة اللي إحنا عاملينها حتى لونها ما اتغيّرش.